كل سنة وانتم طيبين يا رب. تسوعة وعاشورة، احنا هنا في مصر بنسميها عاشورة وبنعمل العاشورة. هي عبارة عن قمح بلبن كده او زي البليلة، اكيد كلنا عارفينها وبنحبها. هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقول لكم على سر كده او تكة فيها هتاخدها في حتة تانية وتخلي طعمها فعلا حاجة تانية. يلا نبدأ بسرعة ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا كوباية كبيرة من القمح، دي منقوعة ساعة بالظبط في مية مغلية وشطفتها، وبعدين هحطها تغلي غلوتين. بس انا بحب اعمل الحركة دي عشان اتخلص من المية الصفراء، لان انا بحب العاشورة بتاعتي يبقى لونها ابيض زي ما انتوا شفتوا، ما بحبهاش تبقى ايه مصفرة شوية. فانا بغليه غلوة وارمي المية واغيرها واحط مية تانية نظيفة. تمام. هنحط القمح، اكتب لكم المقادير كلها. ده قمح الغلة او قمح المبشور بتاع البليلة، ده كان بالظبط كوباية كبيرة، يعني كانت حوالي 300 جرام، عملت كمية كبيرة انتوا شفتوها في الاول. هنا بعد ساعة الا ربع كان غلي خلاص تقريبا ودخل في السوا، بنغطي عليه وبعد ساعتين 3 كده او ممكن تبيتوه كمان بنلاقيه زي ما بيقولوا عليه فشر او حبته اتفتحت واتضاعفت زي ما انتوا شايفين. الكمية هنا اتضاعفت، انا شلت منها شوية في الفريزر عشان تبقى بليلة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. دي بقى التكة اللي بقول لكم عليها تودي طعم العاشورة في حتة تانية. معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهنزل عليها على طول بزبيب وجوز هند. جربوها في العاشورة هتبقى حلوة جدا جدا وهيبقى طعمها مختلف، هتبقى حاجة تانية. اول ما السمنة بس تسخن كويس هنزل بالزبيب والجوز الهند تقليبة واحدة بس، مش بغير لونه، مش بحمصه، مش اي حاجة، بس جاست كده ان حبيبات الجوز الهند والزبيب تتغلف بالسمنة وخلاص. انا كده طفيت، بس اوعوا تسيبوها تغير لونها، حتى شيلوها على طول من نفس العين اللي انتوا بتعملوه. هننزل على طول بالزبيب والجوز الهند على القمح، هيعمل تش بقى كده وهتشموا ريحه، المطبخ كله هيبقى ريحته جوز هند. خلاص. بعد كده هنزل ب2 كيلو من الحليب مباشره من الكيس، انا مش غلياه، وده ليه عشان اخد طعم اللبن واحتفظ بالدسامه بتاعته. هو هيغلي لما يعني يقول كفايه على النار. فانا عملت ايه، سلقنا القمح، حطينا عملنا طشه الجوز الهند بالزبيب دي، ونزلنا باللبن الحليب دول 2 كيلو على كوبايه لبن، مش كتير خالص، لان هتشوفوا دلوقتي في الاخر ان اللبن يدوب، احنا بنحب اللبن بتاعها يبقى كويس. هنزل بقى دلوقتي السكر طبعا حسب الرغبه. الكميه دي خدت مني تقريبا كوبايتين الا ربع، انتوا ابدأوا بكوبايتين الا ربع ودوقوها لو هتعملوا نفس المقدار بتاعي، انا هكتب لكم المقادير تحت. تمام. ده اللي بقوله لكم بقى. شايفين بقى القشطه اهو قايم يغلي اللبن اهو، القشطه على الوش اهو. احسن كتير من لما تغلي اللبن الاول وتسيبيه يعمل قشطه، الطعم بيفرق جامد. تمام. ادي القشطه هي على الوش. هنخلي بقى العاشوره بتغلي قدامنا، وفي الوقت ده على طول وايدي فيها في ثواني عشان ما تكلكعش ولا تعمل اي حاجه، حطيت 4 معالق من النشا متدوبين في نص كوبايه لبن، على طول ايدينا تبقى فيها عشان ما تلسعش ولا يحصل اي حاجه. تمام. انا حطيت 4 معالق واحتاجت معلقه كمان. هنا بقى اللي بيميز العاشوره بيخلي نكهتها حلوه جدا ماء الورد، المورد مش المزهر. في ناس بتحط فانيليا، عايزين تحطوا فانيليا تحطوا ماء ورد، ماء زهر اللي يريحكم، بس احنا بنحبها ميه الورد وجربوها هتبقى حلوه جدا. انا بحط 3 معالق كبار او ما يعادل تقريبا ربع او تلت كوبايه من ميه الورد. هنا خلاص العاشوره بتاعتنا تقريبا خلصت، شايفين تخنت، شايفين بقى ان كميه اللبن يدوب، لان القمح حجمه بيتضاعف. القمح بيحب اللبن وبيحب السكر اكتر من الرز بلبن. تمام. هنا خلاص كده تقريبا انا طفيت، وهنزل بيه كان عندي قشطه بلدي او كريمه لباني، وطبعا ده اختياري تماما، بس هو بيعزز الطعم. اعملوها بالطريقه دي هتاكلوا احلى عاشوره مختلفه تماما، وريحتها فعلا يعني هتجيب اخر البيت. ادي العاشوره بتاعتنا قوامها كده ممتاز، كريمي جدا، ريحتها جميله جدا جدا. زي ما قلت لكم لو مش حابين تستخدموا ميه ورد استخدموا الفانيليا عادي او اي منكهات تحبوها. تمام. نبدا نغرف الاطباق بقى بتاعتنا، و يعني
انا كمان استخدمت يعني شوفوا انا والله ده كان مج كبير حوالي 300 جرام من القمح، وكمان شلت منه كيس صغير كده عشان في الفريزر لو عايزين بليله او حاجه، وعمل لي الكميه دي كلها 2 كيلو لبن وحوالي 300 جرام من القمح او قمح الغله. هنغرف بقى. ممكن بقى يعني العاشوره دي زمان انا كنا بنعمل كمان كميه اكبر من كده وبنهدي الناس كلها وهادوا الجيران وهادوا حبايبكم. بتبقى عمايلها في البيت فرحه وطعمها حلو ومناسبه جميله بمناسبه اول السنه الهجريه. كل سنه وانتم بخير يا رب. ونيجي بقى لاجمل فقره بحبها من وانا صغيره، كنت بقى بقعد اتفنن كده ازاي نزين اطباق العاشوره. فيعني جربوها وقولوا لي رايكم. يعني طالع دلوقتي ترندات بقى، الناس بتحط ممكن تحطوا مانجا عليها، ممكن تحطوا، انا حطيت لوتس وحطيت كراميل، وهنا بقى ده تزيين عادي جدا حسب الرغبة. هنا كنت بفكر يعني اسيبها نص ونص كده، بس في الاخر قررت هكمل الطبق. ده الجوز الهند والزبيب اللي كان باقي من الطشة اللي انا وريتها لكم، بيبقى الطعم خيال فعلا. شايفين الكمية اللي هي غير الرز بلبن خالص، بترمي فعلا مبهجة وفرحة وخير في البيت، وبنستقبل السنة الجديدة، وطعمها فعلا حلو قوي وكريمي جدا جدا جدا. هوريها لكم. دي بقى الاطباق الفويل لو حابين تهادوا حد، او في كمان اطباق بغطا، وعملت واحدة بالايس كريم واحدة باللوتس. يعني فننوا بقى اهو تغيير. ودي قطعة من القشطة البلدي حطيت عليها رشة من الفستق، او ممكن تسيبوها سادة كده، او زبيب وجوز هند، يعني اللي يريحكم. شايفين بقى اللي كانت بالايس كريم دي كانت في حتة تانية، بولة ايس كريم فانيليا وعليها خطوط من الكراميل. رهيبة يا جماعة بجد، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، هتعجبكم جدا. هوريكم بقى واحد تاني عشان الايس كريم كان مغطي قد ايه كريمي وجميله جدا، ولونها ابيض كمان. لونها كان على الحقيقه ابيض شاهي اكتر من كده. لما بتغلوا القمح غلوه كده وترموا الميه الصفراء اللي فيه بيبقى لونها جميل كده. جربوها وقولوا لي رايكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير بقى. جربوها على طريقتي وقولوا لي رايكم. كل سنه وانتم طيبين يا رب.